هل هناك مشاكل بين كاترين كيف وعليا بهات؟ وهل ما زالت علاقتهما سيئة ببعضهما البعض بسبب علاقة عليا بهات برامبير كابور؟ شاهد الفيديو للنهاية لتعرف ما إذا كانت علاقتهما تحسنت أم هناك بعض المشاكل. أتمنى تضغط لايك وتدعمنا، ولو كنت أول مرة تشاهد قناتنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ومنتظرة تعليقاتكم. كاترين كيف قررت ان هي تتحدث في برنامج كاران كافيك مع كاران وتتحدث عن علاقتها مع عليا بهات. ممثلة بوليوود كاترين كيف وعليا بهات كانوا في السابق صديقين وكانوا مقربين جدا من بعضهما البعض، ولكن حدث سوء تفاهم وحدثت مشاكل في علاقتهم بسبب حب عليا بهات أو صداقة عليا بهات مع رامبير كابور الذي كان صديق كاترين كيف في السابق حينما تركت سلمان خان وأصبحت في علاقة معه. ودائما ما تتداول بعض الشائعات عن وجود مشاجرات ووجود سوء تفاهم بينهما. وفي الآونة الأخيرة حينما طلب من كاترين التعليق على علاقتها مع عليا بهات كشفت أن كل ما بينهما هو أمر طبيعي وحلو وتربطهم علاقة صداقة، ولم تتأثر علاقة رامبير كابور بعلاقتها مع عليا بهات. وحينما سئلت في برنامج كافيه مع كاران صرحت بنفس التصريح، ولكن سرعان ما تنتشر شائعات الاثنين حينما بدأت كاترين كيف تشاهد عليا بهات في بعض لقاءات رامبير كابور المتداولة حاليا، حينما سافرت عليا بهات إلى رامبير كابور في نيويورك لتدعمه بسبب مرض والده راشي كابور. وحينما سئلت كاترين عن علاقتها بديبيكا تهربت كاترين عن الإجابة بطريقة صريحة، وقالت بأنها دائما ما تشاهد ديبيكا في الصالة الرياضية التي تتدرب فيها عليا بهات، وأنها تحافظ على روابط قوية معه. ويقال أنه من الممكن أن نشاهد كاترين في زفاف ديبيكا ورامبير، ولكن ليس هناك أمر مؤكد لذلك. ولكن ما سبب ظهور هذه الشائعات أو هذه الأخبار عن حضور كاترين زفاف ديبيكا؟ وذلك بسبب أن بالأمس قامت ديبيكا ورامبير بزيارة فرح خان، وقاموا بالتصور مع بعض الصور السيلفي، وقامت فرح خان بنشر صورهم على صفحتها على الانستغرام، وقامت كاترين بالتعليق بقلب على الصور، وهذا إشارة لأنها سعيدة بهذه العلاقة. وعلى ما يبدو أن علاقة كاترين وعليا ستستمر لفترة طويلة، وسيظلوا يحتفلون بصداقتهم، ولكن في صورهم التي يتم التقاطهما معها دائما ما تجد ابتسامة زائفة تجمع الاثنين. وإذا كان هناك صحة لهذا الخبر عن وجود تشاجر أم لا، فإن الأيام هي كفيلة لإثبات صحة أو نفي هذا الخبر، ونتمنى أن تكون علاقتهما في أحسن حال. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تدعمونا باللايك وتتركوا تعليقاتكم، ولو كنت أول مرة تشاهد قناتنا اضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. وإذا كنت من عشاق القصص الرومانسية وقصص الحب الذي لم يعد موجود حاليا، تابع قناتنا التانية إيمي وحكاياتها. وشكرا.